السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رمضان مبارك كريم ونحن في اليوم السابع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الصيام وحسن القيام وحسن القبول، وإن شاء الله تعالى رحمة الله واسعة. في الصباح ذهبت إلى محل مواد الغذائية لشراء بعض المستلزمات البيت، فسألني صاحب المحل قال لي: يا أستاذ، أريد أن أستشيرك وأريد أن أسألك في موضوع أثار انتباهي. شنو هذا الموضوع هذا؟ قال لي: صراحة استغربت منه لأنه يتكرر معي كل بداية رمضان. قال لي: سبحان الله، هناك شريحة واسعة من الناس كبار وصغار، قال لي يقبلون بشكل كبير على البحث وعلى شراء هذا البلاء، هذه البلية هذه اللي هي ماذا؟ اللي هي الكارطة بأنواعها، من الكارطة ديال الروندا والرامي، بل حتى تلك الألواح الخشبية ديال الداما والشطرنج والنرد إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه يتهافت عليها الناس في رمضان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. العين لا تخطئ. الآن توجه إلى الشارع، تجد في بعض الأزقة، في بعض الجنبات، أماكن فيها ظل فيها أشجار، تجد شباب مختلف الأعمار يجلسون يلعبون هذه الأشياء، إما أن يلعبوها ورقيا أو أن يلعبوها من خلال هواتفهم المحمول. جالس مضيع الوقت، يلعب في الأشياء، يحرق وقته، يطحن وقته، همه هو متى يؤذن المغرب. هذا الأمر لا يقتصر على الصغار أيها الأحبة الكرام، بل حتى على الكبار. انظر في جنبات المساجد حيث مكان الظل، تجد يعني ناس شيبة في الستينات السبعينات، جيوبهم ملأى بهذه الأوراق وبحجارة ضامة. نسأل يعني ما هذا الجهل، ما هذا التخلف؟ يا أخي الكريم، هذا شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تأتي لرمضان وتضربه ضربا هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الصيام قال: الصيام أمانة فليحفظ كل منكم أمانته. الصيام أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحدث عن الإنسان، قال لك: هناك من الناس من ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السحر. بئس القوم هؤلاء. يعني الإنسان لا علاقة له بأحكام الصيام. تلعب القمار أخي الكريم، تلعب القمار والميسر، تلعبه في نهار رمضان. الإنسان وهو صائم ويلعب القمار، والله العظيم أيها الأحبة الكرام، ولا أعد حانثا. حتى الليل، أوقات التراويح، انظر إلى الأماكن والساحات العامة، تجدهم يفتنون الناس عن دينهم، يأتون بأشياء للقمار ويرمون الدراهم، وهكذا إذا أتت الدرهم في هذا المكان فتأخذ ذلك المبلغ، إذا لم تأتي فليس لك شيء. والناس يتزاحمون ويتراكضون حول هذه الألعاب في الساحات، بدعوى أن رمضان هو شهر التسلية، شهر المتعة، شهر السهر، شهر اللعب بامتياز. فيلعبون القمار، مختلف أشكال القمار. والله تبارك وتعالى أيها الأحبة الكرام حرم القمار طيلة السنة، فكيف بالقمار في شهر القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف سبحان الله، الأسباب التي جعلت الله تبارك وتعالى الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الميسر لوهذه المصائب. هذا 4 أمور، له 4 أسباب يؤدي إليها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة، تصير العداوة بين الناس، تكثر العداوة والشحناء والسب والبغض والكراهية بسبب هذه الأمور. يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يصير التباغض والفحش. انظر في مجالس هؤلاء، هل في مجالس هؤلاء يكون هناك ذكر، يكون استغفار، يكون كلام طيب؟ لا، أبحل الحلاقي، السبان والمعيور والكلام الفاحش والساقط من الصغار والكبار. هل يمكن في مثل هذه المجالس التي يلعب فيها الأشياء هل يذكر فيها الله سبحانه وتعالى؟ لما يسمع هؤلاء الآذان وهم منشغلون في لعبهم سيتوجهون إلى الصلاة. لذلك نهى الإسلام عن هذه الأمور. مضيعة للوقت، تضرب دينك، تطعن في أذانك، تفرط في صلاتك، تضيع وقتك، تضيع عبادتك. يعني سبحان الله، مصائب وراء مصائب، والناس ما زالوا منشغلون، مع العلم أن هذا الشيء اللي كيلعبوا به راه ما عرفوش الأصل ديالو شنو هو. الآن ملي كنشوفوا هذه الأوراق، هل هذه الأوراق تظن بأنها مجرد لعب وتسلية؟ لا أبدا والله، هذه لها أصل في صناعتها واستكشافها من طرف الغرب. وابحثوا في كتب التاريخ. الآن ملي كنشوفوا مثلا على سبيل المثال، مثلا هذه الأشياء، هذا تاريخ ديالهم هما. هذه العلامة، هذه هذا الرين ولا هذا الكينج
وعندك هذا الوزير ديالو هذا، وعندك هذا الضم، هذا الأنثى هذه. هادو راه أصول في الديانة المسيحية، هذه راه أصول الديانة المسيحية العامس. وانت كتلعب كتستهلك بلا ما راه كيقول لك المثال استهلك بلا ما تهلك، راه كتهلك راسك، كتهلك الدين ديالك. هذا راه يقصدون به إله، عندهم إله، هذا إله. وهذا يقصدون به عيسى بن مريم، عندهم هذا في المعتقدات ديالهم عند صناعة هذا الورق بناء على التراث ديالهم والتاريخ والحضارة وما يتعلق بالاقتصاد وبالفلاحة. كل هذه الأوراق راه عندهم تعني إشارات، وأرقام تعني إشارات. كل لون عندهم وكل شكل فيه 13 ورقة. راه هذه أمور حسابات عندهم، يعني أصلوها بناء على تراثهم وثقافتهم وتاريخهم ودينهم. هذا عندهم إله، هذا عندهم المسيح عيسى بن مريم. وهذه السيدة هذه هي مريم العذراء. هادشي ما تيفكركش بالصليب أخي الكريم. الله هو الروح القدس، الإله عندهم، والابن روح القدس. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في شهركم. راه هاد الناس هادو راه يدمرون أصل دينكم. الله تبارك وتعالى تكلم معك وتكلم معي، تكلم مع جميع المؤمنين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. فصار سبحان الله في هذا الزمان الحلال حرام والحرام حلال. يا أخي طهر يومك، طهر يومك، اجعل يومك كيوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيلعب في الكارت، انت العام كامل وانت كتلعب. وجينا رمضان شهر التغيير، شهر الإنتاج، شهر الإبداع، وتختلط بسفهاء ناس، يعني ناس طعنوا في دينهم وطعنوا في خلقهم وقتلوا أوقاتهم. يا أخي حتى بالليل في قيام الليل الناس يصلون التراويح وهذو كتلقاهم مجمعين في القهاوي وفي أماكن العامة يلعبون ويلعبون ويلعبون ويضيعون أوقاتهم، ورمضان في وادهم في واد، نسأل الله السلام والعافية. فهذه خاطرة أيها الأحبة الكرام، لأن ما رأيته في الشوارع صراحة تتألم لما تجد رجل كبير في السن يلعب هذه الأشياء كأن القرآن لا يتحدث معه. شباب يخرج من المؤسسة التعليمية ويلعب هذه الأشياء إما ورقيا أو إلكترونيا في الحواسيب في غير ذلك. وهذه الأمور أيها الأحبة الكرام تسرق منا رمضان، تفوت علينا الأجر، وتبعدنا عن رب العالمين من رحمته، وتقربنا إلى طرده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إلى طريق السوي، طريق الرشاد. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.